السلام عليكم يا حبايبي، كل سنه وانتم طيبين. ان شاء الله اشتغل معاكم في الفيديو ده كوفيه الزمالك، نادي الزمالك. وان شاء الله الفيديو اللي بعد نشتغل كوفيه النادي الاهلي، ان انا اصلا ماليش في الرياضه ولا في الكوره، لا اهلاويه ولا زملكاويه، انا على الحياد عشان بس محدش يزعل يعني. تمام. الكوفيه دي اخدت مني حوالي 350 جرام، يعني 3 بكرات ونص. اشتغلتها بغرزه حرف الفي وغرزه البف او السنبله، شايفين ده شكلها من قرب اهو، سهله خالص وبسيطه. يلا نبدا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. الكوفيه دي طولها مترين، عملت لها شراشيب وركبت لها اللوجو. اشتغلت خطين حمر هنا في الاول وزيهم في المقابل الناحيه التانية. تمام. يلا بينا على بركه الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، نشتغل مع بعض الكوفيه. طبعا لاول مره تدخلي قناه اشتركي فيها وفعلي الجرس، متنسيش تعملي لايك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي. عاملين ايه؟ معاكم منى محمود من قناه كروشيه منى. ان شاء الله تعالى هشتغل معاكم النهارده كوفيه حلوه قوي، هستخدم فيها اللون الابيض واللون الاحمر. دي هتبقى كوفيه الزمالك، واحده بتحب الزمالك وعايزه كوفيه للزمالك. تمام. هنشتغلها بورز البف وتبقى سهله قوي ان شاء الله. هنعمل عرض الكوفيه بتاعتنا 20 سنتي. هستخدم الفتله دي، فتله كارما حلوه قوي، فتله ناعمه وجميله جدا، السمك بتاعها حلو. وهستخدم مع الفتله ناكو خده برضو حلوه قوي، فتلته جميله، والاتنين سمك واحد. هشتغل معاكم بابره مقاس رقم 4. هنشتغل الكوفيه بتاعتنا عرضها 20 سنتي. هنبدا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. هجيب الخيط من قلب البقره، هعمل عقده البدايه رقم 1، اول خطوه معانا. خلاص. عايزه اقول للبنات اللي بتيجي تشتغل اي حاجه مستقيمه ومش عارفه تحسب عدد الغرز بتاعتها تعملها ازاي. يعني مثلا لو تشتغلي اي كوفيه مثلا مضاعفات رقم 4 رقم 3 رقم 5، فانت ممكن تتلخبطي في البدايات. ممكن تقومي عامله سلسله كبيره مثلا تعمليها 22 سنتي 24 سنتي وتطلعي عليها اول سطر، وبعد كده تحددي المقاس اللي انت عايزاه والغرز اللي انت عايزاها. بعد كده الغرز اللي بتفض منك ممكن تفكها عادي. تمام. اقول بسم الله الرحمن الرحيم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 20. انا هنا عملت السلسله بتاعتي حوالي 50 غرزه. طبعا انا مش عارفه انا هستخدم دلوقتي الغرز بتاعتي عددها كام، فانا هشتغل كده عشوائي. يعني عشوائي يعني هشتغل واشوف هل السلسله بتاعتي دي هتكفي ولا مش هتكفي. انا بتكلم للبنات المبتدئات اللي ما بتعرفش تحسب عدد الغرز في الاول. تمام. هرتفع هنا بواحد 2، ده اول ارتفاع بالنسبه لي، هرتفع ب2 سلسله بس. هاجي هنا شايفين في ظهر الغرزه، في الغرزه الخلفيه ده اهي، دي شايفين دي الغرزه دي، الغرزه الخلفيه دي بقى معايا 3 لفات على الابره، هطلع منهم مره واحده. هشتغل اول سطر غرز نص عمود، هلف الخيط على الابره تاني. خلاص. هاجي بقى في الغرزه الخلفيه دي اللي ظاهره دي معايا، انا كده قلبت السلسله بتاعتي، ما اشتغلتش على الوش. ادخل بالراحه كده هنا كده. دي الغرزه الخلفيه، شرحتها معاكم قبل كده على القناه فيديو لوحده. هدخل كده واسحب واطلع من 3 لفات تاني، هلف الخيط على الابره. شايفين الغرز الخلفيه ايه؟ المفروض دي السلسله وش السلسله، لا انا اقلبها كده. هدخل هنا الغرزه الخلفيه واسحب واطلع، يبقى معايا 3 لفات على الابره. خلاص كده تاني اهو، الغرزه الخلفيه ظاهره اهي ورا اهي. تاني الغرزه الخلفيه ظاهره اهي
واسحب الخيط واطلع من الثلاث لفات واكرر تاني. ليه انا عملت كده؟ عشان عايزه شكل غرزه من تحت تبقى بالشكل ده، عشان التقفيل يبقى شكل بعضه فوق زي تحت. واكمل الدور كله بالطريقه دي. هدخل في كل الغرز الخلفيه دي واشتغل غرز نص عمود. خلاص كده. كده خلصت السطر اللي هو نص عمود. هرتفع بواحد اتنين، تمام كده، واسيب هنا واحد اتنين، يعني اسيب الغرزة الاولانية والتانية وادخل هنا في الغرزة التالتة دي واشتغل غرزة بف. واحد اتنين تلاتة اربعة، 4 لفات على الابرة، واطلع منهم واخد غرزة فراغ سلسلة وارجع ادخل تاني في نفس الغرزة واشتغل غرزة بف تاني. واحد اتنين تلاتة اربعة. يبقى كده دي اول غرزة بف معانا. خلاص. وارجع الف الخيط على الابرة واسيب واحد اتنين وادخل في الغرزة التالتة دي واشتغل غرزة عمود بلفة، اتنين سلسلة، وفي نفس الغرزة اشتغل العمود التاني. يبقى انا كده عملت كونت حرف الفي. ماشي. وارجع الف الخيط على الابرة واعد واحد اتنين وادخل في التالتة واشتغل غرزة بف كمان. واحد اتنين تلاتة اربعة. كده معايا 4 لفات على الابرة. هخرج منهم كده واشتغل سلسلة فراغ واحدة وارجع اشتغل غرزة البف التانية. واحد اتنين تلاتة اربعة، واطلع منهم وارجع اكرر تاني. اعد واحد اتنين تلاتة وادخل واشتغل عمود بلفة، اتنين سلسلة، عمود بلفة، ده حرف الفي. اكرر تاني، الف الخيط على الابرة واعد واحد اتنين وادخل في الغرزة التالتة واسحب. واحد اتنين تلاتة اربعة، دي غرزة البف مكونة من 4 لفات، واطلع منهم واخد سلسلة واحدة وارجع اكرر تاني غرزة البف. واحد اتنين تلاتة اربعة، ده شكل الغرزة بتاعت الكوفية. وارجع تاني اعد واحد اتنين تلاتة وادخل اشتغل غرزة حرف الفي. يعني مرة نشتغل غرزتين بف والمرة اللي بعدها نشتغل حرف الفي. واحد اتنين تلاتة وعد واحد اتنين تلاتة اربعة، واسحب واخرج. بعد كده سلسلة واحدة، اكرر تاني. واحد اتنين تلاتة اربعة، شايفين شكلها؟ طبعا الكوفية دي هنشتغل جزء ابيض حوالي كده 10 سنتي، وبعد كده ندخل اللون الاحمر ده سطرين او 3 في الطرف، والناحية التانية هيبقى برضو نفس الكلام عشان تبقى طاقية، تبقى كوفية الزمالك احمر في ابيض. تمام. هنعد واحد اتنين تلاتة وادخل هنا واشتغل عمود، وبقى 2 سلسلة،
وبعدين عمود، وبعد كده اعد 1 2 3 واشتغل البف 1 2 3 4. هكمل لاخر السطر وارجع لكم. هنا خلصت السطر بتاعي. هاجي هنا بقى كده في اخر غرزة دي، تمام كده، وهدخل هنا واشتغل غرزة عمود بلفة. يبقى انا هنا بدأت بعمود بلفة او باتنين ارتفاع، وبعد كده 2 بف، يبقى بدأنا هنا اول عمود وبعدين 2 بف وبعدين غرزة حرف في، بف حرف في. اشتغلت كده لاخر السطر، تمام. وبين كل فستونة والتانية بسيب 3 غرز، تمام كده. هرتفع ب1 2 ولف كده القطعة. هاجي هنا هشتغل فوق البف بف 1 2 3 4. خد سلسلة 1 2 3 4 واخرج منهم. هاجي هنا على حرف الفي هشتغل فيها حرف في 1 عمود 2 سلسلة عمود، الاقي البف بعدها ادخل في البف اشتغل 1 2 3 4 واشتغل سلسلة واحدة واكمل كده. احنا بنشتغل تكراري. ادخل هنا اشتغل حرف في 1 2 سلسلة عمود، واشتغل على البف بف، وغرزة الحرف في هشتغل عليها حرف في، سلسلة 2 3 هكمل كده بنفس الطريقة. هشتغل فوق البف بف وفوق الحرف اللي فيه حرف الفي، وارجع اقفل هنا بعمود وارتفع ب2 سلسلة وارجع اكرر تاني. هشتغل شوية وبعد كده ندخل اللون الاحمر ونشوف الكوفية بتاعتنا وصلت لفين. انا ارتفعت كده 10 سطور خلاص كده. هسحب اللون الاحمر. طيب هنا فاضل الغرزة الاخيرة، العمود الاخير في السطر بتاعنا. هلف كده الخيط على الابرة، تمام، وهدخل هنا كده في العمود واشتغل غرزة عمود بلفة. مش هكمله، هسحب اللون الاحمر اقفل بيه، تمام كده، واقفل على الابيض وارتفع ب1 2 واقفل على الابيض كويس قوي امن عليه، تمام، والف كده القطعة. يبقى انا كده اشتغلت هنا 10 سطور بالترتيب كده. خلاص هاجي هنا على البف هشتغل فيها بف برضو 1 2 3 4. هشتغل هنا 5 لفات باللون الاحمر عشان هو رفيع شويه، حاجه بسيطه يعني. واخد غرزه فراغ وارجع اكرر تاني هنا 2 3 4 5 عشان تبقى نفس السمك. خلاص هاجي هنا حرف الفي ده هشتغل عليه حرف في زي ما احنا شغالين، تمام. 1 2 واضحه كده الغرزه. هاجي هنا على البف اشتغل بف 1 2 3 4 واطلع منهم واشتغل سلسلة واحدة، وبعد كده اشتغل غرزة البف التانية 1 2 3 4 5 واكمل السطر. حرف الفي 1 2
غرزة فراغ، 1 2 3 4 5، واكمل بقية الدور بتاعي. اشتغل هنا سطرين 3 بس، وبعد كده اكمل الكوفية بنفس اللون الابيض. وقبل ما اخلص ال10 سطور الاخرانيين اشتغل برضو نفس الخط الاحمر. هخلص كده وارجع لكم. كده انا اشتغلت سطرين 2 احمر، هكتفي بيهم خلاص. كده هسحب هنا اللون الابيض وادخل وارتفع بواحد 2 واكمل بقية الشغل الكوفية زي ما انا شغالة بالظبط لغاية ما اوصل لقبل النهاية، واكمل زي ما انا شغالة غرز البف وغرز حرف الفي اهو، سلسلة حرف الفي، هقص اللون الاحمر كده، انا مش محتاجه دلوقتي خلاص. هكمل بقيه الكوفيه، وقبل ما اخلص الكوفيه برضو ب10 سطور هشتغل السطرين الاحمر. هكمل طول الكوفيه وارجع لكم هنعمل فيها ايه. كده يا حبايبي بفضل الله انا خلصت الكوفيه بتاعتنا اهي، وعملت هنا الخطين الحمر زي ما بدات معاكم في اول الكوفيه. عملت هنا خطين وهنا خطين، عديت نفس السطور اللي انا سبتها هنا واشتغلت الاحمر، واشتغلت في الناحيه التانية المطابقه ليها بالطريقه دي. كده خلاص الكوفيه خلصت، ناقص بس حاجتين 2. اول حاجه هنبروز الكوفيه بغرزه الحشو ونعمل لها شراشيب او كور البونبون، لسه ما استقرتش انا هعمل ايه بالظبط يعني. تمام كده انا خلاص خلصت اهوت. كده خلصت اللون الابيض. هسحب اللون الاحمر ده عشان نبروز الطاقية. تمام هسحب الابيض ده كده واخد غرزة كمان واقفل كده، اخد غرزة تأمين كده. تمام واجي هنا هشتغل في كل، شايفين هنا في الجوانب كده هشتغل هنا غرزة حشو، هاخد الابيض والاحمر معايا واشتغل غرزة حشو. تمام كده هنا كل الغرز دي اللي هي كانت غرز الارتفاع اللي احنا كنا بنشتغلها في بداية ونهاية كل سطر. خلاص هاجي هنا واشتغل غرز حشو. بعد كده انا خلاص مش محتاجة اللون ده اللي هو الابيض ده، هقصه واكمل الكوفية كلها بنفس اللون الاحمر. هدخل هنا كده في غرز الارتفاع دي اللي من الجوانب واشتغل فيها غرز حشو. طبعا عشان ما اطولش عليكم الفيديو انا هخلص الخط الاحمر ده وارجع اقول لكم انا وصلت لفين. بشتغل في غرز الارتفاع غرزتين 2 بس حشو، يعني في كل فتحة من دول غرزتين 2 حشو. كده خلاص انا خلصت الخيط الزيادات الابيض والاحمر اهو، خلصته خدته تحت الشغل او تحت الابرة. شايفين شكلها. هخلص كده الكوفية كلها وارجع اقول لكم هنشتغل مع بعض الكور البونبون ولا الشراشيب. طبعا هتاخد وقت وانت شغاله، تلاقي الخيط الاحمر ده اللي احنا كنا بدلناه برضو هناخده تحت الابره.
وانت شغاله كده بالطول هتيجي هنا عند الزاويه، تيجي هنا عند الزاويه هتشتغلي ايه هنا 1 2، تشتغلي 2 حشو بس عشان ما تبقاش لفه معاكي، وبعد كده تكملي الغرز بتاعتك في كل غرزه غرزه. تمام كده، شايفين شكلها اهو. خلاص هتعملي كده في ال4 زوايا. ده شكل الكوفيه، شايفين البرواز بتاعها ليها شكل حلو قوي. كده بفضل الله الكوفيه بتاعتنا خلصت ان شاء الله. كده خلاص، شايفين ده شكلها خلاص كده اهو. ده طولها 2 متر. هنشتغل مع بعض شراشيب. دي انا قصيت شويه شراشيب كده عشوائي. تمام، هنيجي نركبهم هنا بقى في الاطراف. طبعا عايزه اقول لك البرواز اللي احنا عملناه ده او الفريز ده اللي هو الاحمر ده انت ممكن تعمليه ابيض. تمام، يعني دي حاجه ترجع لك، انت ممكن تعمليه ابيض. خلاص هنركب مع بعض بقى الشراشيب كده. طبعا الشراشيب دي لها كذا طريقه، ممكن تركبي هنا يعني واحده بواحده كده في كل غرزه. هنا في كل غرزه هنا هتركبي واحده تبقى الشراشيب بتاعتك ناعمه. ممكن تركبي هنا على مسافات كده. تمام، يعني تركبي مثلا 5 هنا كده بس يكونوا اكتر شويه. انا جيت هنا قصيت الشراشيب دي بمقاسات تعتبر يعني ايه قريبه من بعضها شويه. هناخد كده عشوائي، او عايزه تعدي عدي مفيش مشكله. خلاص، يعني ناخد كده شويه احمر على شويه ابيض. خلاص، طبعا احنا بعد ما نخلص تركيب الشراشيب هنضطر ان احنا نسويها تاني عشان تبقى مظبوطه. خلاص اهو كده. طبعا بعد ما تركبي لو احتجتي تاني قص تاني مفيش مشكله، الخيط معانا كتير اهو. احنا هنغير الشراشيب بتاعتنا المره دي، هنركب كده شويه حلوين كده، شايفين اهو كده مشكلين اهو. هتيجي هنا كده تمسكي الشراشيب دي كده من النص تنصصي بحيث يبقوا الطرفين قد بعض، يعني يبقوا قد بعض، الابيض قد الابيض اهو. طبعا زي ما قلت لك الزياده دي كده كده هنقصها مفيش مشكله. هتجيبي ابره اكبر شويه، اكبر شويه. هنعد بقى هنا عندنا كام فستونة او كام عمود، 1 2 3 4 5 6. هنركب هنا بين، تمام، بين الفستونات وبعضها. فاكرين الغرزة بتاعت حرف الفي اهي اللي في النص دي، شايفينها؟ هنيجي عندها هنا كده ونركب. خلاص ناخد كده، ولو احتاجنا نركب هنا في الاطراف نركب مفيش مشكله. ناخد بس الاول هنا كده، هنيجي كده عند الغرزه بتاعت حرف الفي اهي، نثبت بس كده الشغل بتاعنا. ندخل كده جوه حلقات، شايفين كده، واسحب واطلع كده، شايفين اهو. وبعد كده اقوم لفهم كده على الابره بالراحه وسحباهم. خلاص نطلع بيهم مره واحده ونلف العقده بتاعتنا كويس قوي اهي، شايفين؟ خلاص دي اول واحده معانا. هنكرر تاني، ناخد شويه برضو كده. يا ريت تبقي تعدي مثلا، تقولي مثلا ايه 7 8 من الابيض و5 عليهم، 5 6 برضو من الاحمر، يعني اظبطي العدد بتاعك. خلاص كده اهو، شايفين اهو. سويهم كده وافرديهم كويس كده اهو.
تيجي برضو من النص كده زي ما قلت لك، تقومي شايفين اهو ظبطناهم كده من النص اهو. خلاص اهو احنا حطينا هنا، ركبنا هنا عند غرزة حرف الفي اللي في النص هنا. كبر بس الصورة شوية. دي غرزة حرف الفي ركبنا فيها واحدة اهو. نيجي بقى عند التانية اللي بعدها غرزة حرف الفي دي اللي كانت بين غرز البف. تمام. هاجي هنا كده وادخل، خلاص وادخل هنا جوه الخيط، ابرة جوه الخيط واسحب. شايفين اهو غرزة عادية خالص اهي. وسع لنفسي كده، اقوم شادة مخرجة دول من الحلقة، مخرجة الكمية دي من الحلقة بالراحة كده اهو. خلاص تاني خش كده جوه الحلقة، اسحب كده بالراحة. بعد كده اسحب كده واخرج، بس اتاكدي كويس قوي ان انت خرجتي منهم كلهم اهو. خلاص كده شايفين دي تانية اهي. واحد اتنين، واحد اتنين تلاتة. تاني نكرر تاني اهو، شوية ابيض وعليهم شوية احمر. تستخدمي ابرة كبيرة شوية عن اللي احنا اشتغلنا بيها. برضو بتيجي كده في النص كده في السنة اللي بعدها او غرزة حرف الفي اللي بعدها اهي، داخلين كده هنا. تدخلي كده بالراحة وتقومي سحبة كده اهو. دي اخر واحدة اعملها معاكم اهي. شايفين اهو. ادخل كده واسحب الخيط برضو زي ما قلت لكم. خلصت انا كده دول الفستونات اللي بين الشراشيب اللي بين غرز بعضها. هنعمل واحده بقى في الطرف ده، واحده في الطرف ده علشان تبقى الايه الكوفيه بتاعتنا محكومه كويس. خلاص هاجي هنا في الكورنر او في الزاويه دي وهدخل برضو هسحب كده نفس اللي انا عملته، ووسع كده لنفسي عشان وانا شغاله او وانا بسحب الخيط ما اقفلش على نفسي. برضو بالراحه كده اهو، واسحب الخيط اهو. طبعا لو انت عملتي خيوط عدد خيوط اقل من كده تبقى سهله معاكي، مش هتقف معاكي زي دي. سهله خالص اهي، بسيطه. بالراحه كده اهو، اسحبي الخيط واظبطيه كده. هخلص انا بقى الجنب ده وبقيه الجوانب الناحيه التانية، وهنرجع نقص الايه الخيط مع بعض. هنقص مع بعض الشراشيب، هنشوف اقصر فتله عندنا هنا فين. وزي ما انت عايزه تخليها طولها كده مفيش مشكله، تطولها شويه. طبعا دي حاجه ترجع لكل واحده فينا هي عايزه تعملها قد ايه. خلاص نجيب كده المقص، بسم الله الرحمن الرحيم كده. خلاص كده، وترجعي تفرديه تاني كده بالراحه وتشوفي لو في فتله فلتت منك ولا حاجه تقصها تاني. تمام كده.
ده شكل الشراشيب بتاعتنا بتاعت الكوفيه. خلاص طبعا يا بنات، لو اول مره تدخلي قناتي بعد اذنك اشتركي فيها وفعلي الجرس وسيبي لي كومنت وقولي انت بتابعيني من اي مكان. خلاص اهو شايفين، تفردي تاني كده اي حاجه كده مش مفروده، تشوفي كده الخيط بتاعتك وتظبطيها كويس قوي، وتشوفي لو حاجه مش مظبوطه تظبطيها. معاكي المقص اهو تشتغلي عليه براحتك. هخلص الناحيه التانية كده. خلاص الكوفيه بتاعتنا خلصت بفضل الله. ركبت انا الشراشيب في الناحيتين وكله طبعا بالتساوي طول بعضه. عايزه اقول لك حاجه، وانت بتركبي الشراشيب لو انت اول مره تجربيها بس عشان ما تلخبطيش، هتركبي لونين مع بعض، هتحسبي بالعدد، يعني مثلا تاخدي 4 احمر و4 ابيض وتقوم مركبهم عشان وانت بتركبي ما تتلخبطيش في العدد وفي السمك بتاع الشراشيب، ما تبقى كلها زي بعضها. اتمنى طبعا شغل يعجبكم وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.